ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم لسه وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهاردة كبد وقوانص بالفريك، طعمها حلو قوي وبسيطة جدا ومفيدة جدا عن الرز. لو بنوتة انتي لسه بتعلمي جديد اعملي الوصفة، هتعجبك جدا وهتعجب اهلك ومامتك. ولو انت برضك راجل ومسافر وقاعد لوحدك هتقدر تعملها، وسهلة وبسيطة جدا وزي ما قلتلكم مفيدة. معايا كده بقى حلة فيها شوية من الزيت وشوية من الزبدة او معلقتين من السمنة. معايا كده بصلتين متوسطين، مسكتهم بشرتهم، بيفرق قوي غير المعمولة في الكبة. بس لو انت عايز تعمليها في الكبة اعمليها. هشوح بس البصل ده يدوبك يدبل. ومعايا كده بقى القنص نضيف مغسول ومتصفي كويس، وبعد كده مسكته قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قطعته صغير، عايز اقطعه كبير شوية مفيش مشكلة. وهبدأ اشوحها مع البصل، وهنزل بقى معايا بعد ما اشوحها كده هنزل بقى معايا بحبهان، او حطي رشة من الفلفل الاسمر. الحبهان يعني لو انت عايز تحطي 3 او 5 او 7 على حسب السنة يعني. واغطي بقى عليه اللي هو ياخد بس سوا لمدة 10 دقايق، وبقى في نفس الوقت ياخد لون كده ذهبي حلو، يبقى زي لون المكرمل كده. بصراحة بيدي طعم حلو قوي للوصفة. هقلب بقى خلاص. بعد ما قلبت بقى كده عليه وخد هو اللون الذهبي، هنزل بقى معايا برضك الكبد تكون ماسكاها غسلاها ومصفياها كويس جدا واقطعها. هنزل بعد ما شفنا كده الكبد القنص بالشكل ده، نزلت بقى بالكبده. وتكون اهم حاجه النار تكون عاليه، مش عايزه اي حاجه تنزل الميه ولا البصل ولا القنص ولا الكبده. ومسكتها بقى برضك غطيت عليها لمدة بس 5 دقايق كده. الكبدة تاخد برضك لون ذهبي حلو. ومعايا بقى كده الفريك، مسكته غسلته ونقعته لمدة ساعتين. ده اللي هو في الأكياس. بس لو انتي عارفة الفريك بتاعك بيستوي بسرعة، خلاص تمسكيه اغسليه عادي زي الرز. طبعا أهم حاجة تنقيه، وده أهم حاجة في الفريك اللي هو يتنقى. همسك بقى أقلب بقى كده الفريك مع الكبد والقوانص اللي أنا أشوحهم. معايا بقى كده قرن فلفل رومي مع واحد حراق لو انتي عايزة حراق. لو انت عايز تحطي الفلفل بعد ما شوحنا كده البصل مع الكبده والقنصه، عايز تحطيه قبليها مفيش مشكله. عايز تحطيه مع البتاع هياخد بردك تشويحه. وبعد كده حطيت بقى 2 مرات دجاج، معلقه كبيره من الملح، رشه من الفلفل الاسمر، رشه من الشطه، وواحده رشه كده صغيره جدا من جوز الطيب بتدي طعم حلو قوي، ورشه من التوابل المشكله 7 بهارات. اي توابل انت بتحبيها حطيها، رشه بسيطه جدا بتفرق قوي ومش بتبقى باينه قوي بس بتفرق قوي في طعمها. هنشوح بقى زي ما انتوا خدتوا بالكم لون الفريك الاول ما كانش اللون ده دلوقتي اللون اللي هو الذهبي خفيف، لون مكرمل. هنزل بقى عليه بميه سخنه مغليه في الكاتل او بالبراد اي حاجه. اهم حاجه تكون سخنه، لازم تكون سخنه. وبعد ما خلاص بقى اغطيها تماما، يعني يا دوبك تغطي بس الميه تغطي الفريك عشان يطلع معاكي مفلفل وحلو. تغطي الفريك طالما خلاص غاسلينه ونقعينه، مش هيحتاج ان انت تحطي ميه كتير. يا دوبك هو يتغطى، وبعد كده نقفل عليه بقى بالغطا. النار طبعا عاليه، نسيبه بقى لحد ما يتشرب. شوف انا عريت عليه لقيته لا لسه فيه ميه، فده كده اول ما تشوفي بقى الشكل ده اللي انت شايفه شويه من الفريك كده، ابدأي يبقى وطي خالص لحد بقى معاكي يبقى مستوي. طب في حالة ما انا وطيت خالص ومثلا جيت ادوقه كده حسيت هو محتاج شوية سوا، حطيله شوية من المية السخنة، وده مهم قوي. اي حاجة عايز زوديها بمية سخنة. بص بعد ما خلاص وطيت عليه بقى واتشرب واستوى تماما، بقى معايا بالشكل الجميل ده. طعمه حلو قوي. انا نسيت اقول لكم ان حاطه نص كيلو من الفريك على نص كيلو من الكبد والقوانص، بس لو انت عايز تعمليه بربع كيلو مش هيقولك لا، وهيبقى حلو برضك. هو هيبقى جميل جدا معاكي. شكله جميل ازاي، تحفه جدا.